أستاذ وليد، أستاذ اللغة الإنجليزية في معهد مبارك محمد علي. طبعا أنت حضرت مع الأستاذ أحمد أبو وهاب، كلمنا عن المواقف اللي مع الأستاذ أحمد أبو وهاب خلال الفترة اللي فاتت. الأستاذ أحمد أستاذ فاضل، ودايما بيوقف مع المعلم، وأنا أفتقد يعني وربنا يبارك فيه وصحته ونسمع عنه كل خير إن شاء الله. أستاذ أحمد فتحي، كلمنا برضو عن ذكرياتك مع الأستاذ أحمد عبد الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الأستاذ أحمد عبد الوهاب إحنا بنقابل في حياتنا، في مشوارنا، في عملنا، في سفرنا ناس بتترك معاك بصمة وناس بتمر معاك مرور الكرام. الأستاذ أحمد من الناس اللي هي بتترك بصمة. لو دورنا اتكلمنا مع الأستاذ أحمد مع أي حد من الزملاء لازم ترك معاه بصمة. فالنبي الأستاذ أحمد راجل محب للخير، نسأل الله تعالى أن يديم عليه الصحة ودوام الراحة وراحة البال، وأن يوفقه في حياته القادمة إن شاء الله. أستاذ أشرف فنجري، أستاذ الدراسات الاجتماعية داخل معهد مبارك محمد علي الإعدادي الأزهري بنين. تكلمنا باعتبارك وكيلا عن المعهد عن فضيلة الأستاذ أحمد عبد الوهاب، وهو إبان تقاعده للإحالة إلى المعاش. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبيه بعده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. كما قال إخواننا يعني الأستاذ أحمد عبد الوهاب له مواقف كثيرة، ولكن نتذكر دائما بكل التقدير والشكر والعرفان عن مساندته لإخوانه المعلمين، عن تسامحه. يعني أذكر له مواقف من ضمن المواقف البسيطة أنني حدثت عن أحد زملائنا المعلمين أنه قد تجاوز معه يعني، فقال يعني أخطأت وأعتذر له. فكان الرجل يعني دائما يعني سيترك بصمة، يعني كما قال أخونا. ده من التواضع بتاع الأستاذ أحمد عبد الوهاب مع العاملين معه. نعم. فنسأل الله له يعني التوفيق والصحة والعافية في المحطات القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. أستاذ حاتم أيضا أحد مدرسين التربية الفنية في معهد مبارك محمد علي، ومسؤول عن الكثير من الأعمال داخل المعهد. كلمنا أستاذ حاتم عن الأستاذ أحمد عبد الوهاب وذكرياتك مع الأستاذ أحمد عبد الوهاب. بالنسبة للأستاذ أحمد عبد الوهاب، كان قبل إن هو يكون شيخ معهد كان أب لكل مدرس وكل موظف معاه في المعهد. قبل الطلاب كذلك كان أب لكل طالب من طلاب معهدنا معهد مبارك محمد علي الإعدادي، حتى تاريخه. و يعني لو قلنا ما وفينا والله حقه في رعايته ناحية كل مدرس وكل وكيل معهد وكل طالب وكل عامل وكل إداري، ونتمنى له التوفيق في حياته بعد خروجه للمعاش إن شاء الله. أيضا بنتكلم مع الأستاذ منتصر المدرس العلوم الشرعية. كلمنا برضو عن ذكرياته مع الأستاذ أحمد عبد الوهاب. والسلام على المبعوث رحمة العالمين وسيد البشر أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين في كل لمحة نفس عدد ما وسعه رحمه الله آمين. ثم الأستاذ أحمد عبد الوهاب هو أستاذنا ومعلمنا. هذا الرجل الذي تتلمست على يديه وأنا صغيرا في الإعدادية، وتصادقت عليه في المرحلة الثانوية، تلمست معه بعد أن خلصت تعليما وأصبحت مدرسا مثله. هذا الرجل قلما نجد مثله، فهو كان صديقا لكبيرنا وأخا لنا ومعلما لنا وقدوة لنا في كل شيء، ونتمنى له خالص التوفيق في هذه المرحلة. وهذه المرحلة لا أسميها مرحلة
المعافاة أو مرحلة المعاش، ولكن هذا هو سن التكريم الذي يبلغه الإنسان في نهاية خدمته. فباسمي واسم كل معلم معهد مبارك محمد علي واسمي واسم جميع العاملين في المعهد وأسرة المواد الشرعية نتمنى التوفيق للحج أحمد عبد الوهاب، وبارك الله فيه وجعله ذخرا وعودا لنا. أيضا هناك لقاء مع عم عبد الفتاح أحد العاملين بمعهد مبارك محمد علي الإعدادي الأزهري بنين. هيكلمنا عن الفترة اللي قضاها معنا الأستاذ أحمد عبد الوهاب في هذا المعهد. من الناس المحترمة ورجل أخ فاضل أخونا الكبير فليتعامل على كل الأخوة. تمام. ما أفضل المواقف اللي يمكن حضرتوها مع بعضكم في تاريخكم الطويل في هذا المعهد؟ واقف مع كل واحد بالك أخو الكل يعني. جميل. الأستاذ أحمد برضو اتكلمنا مع عم عبد الفتاح والمواقف اللي كان بتحضر معاه ومع جميع العاملين داخل المكان. الحاج عبد الفتاح ده طبعا من خيرة العمال على مستوى منطقة الأزهرية، ويعني سايب معهد العمالات اللي هو يعتبر في البيت هناك، لكن حابب العمل في معهد مبارك لأنه راجل طبعا يحب العمل ويحب الإجتهاد، وهو معروف تعاونه مع الأسرة كلها، وتشرب منه أحسن كوباية شاي وأحسن كوباية قهوة.